سلام على الجميع. اليوم ان شاء الله جبت لكم الحرشه ديال البلبولات ديال الشعير اللي كتجي لذيذه وهشيشه وكذلك صحيه. هنايا بالنسبه للناس اللي كضرهم هاد الحرشه ديال البلبوله في الكريشه ديالهم، هنا جبت لكم الحرشه السائله ديال البلبوله ديال الشعير اللي زوينه وصحيه بزاف، ما غضرك ما حتى شي حاجه. ان شاء الله تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. هنايا في واحد الاناء درنا 2 كيسان بقياس الكاس العنبه ديال البلبوله ديال الشعير اللي كتكون رقيقه بحال السمين. هنايا كنحاول نديرها في الاناء في الماء، كنغسلها تقريبا 3 ديال المرات. من بعد ما كنسقطرها هي البنات كترجع لي على هذا الشكل هذا. كنخوي عليها 2 كيسان بقياس الكاس العنبه ديال الماء، يكون سخون سخون. كنأكد عليها بالنسبه للناس اللي ما كضرهمش راه كيديروا غير واحد الكاس بقياس كاس العنبه فقط. هنايا البنات من بعد ما ضفت ليها داك الماء درنا معلقه كبيره ديال الزعتر. من بعد البنات كندير شويه ديال الملحه، وكنزيد كذلك نص كاس ديال زيت الزيتون او ربع كاس ديال زيت الزيتون. كندير شويه ديال العسيله، تقريبا معلقه كبيره اولا معلقه ديال السكر اولا نستغناو عليهم بجوج. كنخلط المكونات ديالي كما كتشوفوا مزيان حتى كيندمجوا لينا. صافي هنايا كنضيف نص كاس ديال السميد بقياس كاس العنبه، واللي ما كضرهمش راه كيدير كاس ديال بقياس كاس العنبه ديال السميد رقيق. هنا ضفت معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين ديال الحبوب، وكنضيف كذلك كيس ديال الخميره ديال الحلويات، ضروري في اي حرشه ديالنا. مهم كنخلطوا المكونات ديالنا مزيان مزيان حتى كتجينا على هذا الشكل، ويتخلطوا لنا المكونات يندمجوا مع بعضياتهم. هنايا البنات كنحطوها جانبا ترتاح لينا وتخمر لينا. راه واخا كنحطوها تخمر وترتاح راه ما كتشربش لا حتى شي حاجه، كتبقى سائله، لان هاد الحرشه هادي بالضبط بغيناها تكون سائله. علاش؟ باش ديك البلبوله ديالنا واخا هي رقيقه خاصها تشرب الماء بزاف بزاف باش ما تضرناش في الكرش ديالنا. المهم هذا هو الغرض منها. المهم هنايا كناخذوا المقله ديالنا اللي كتكون بارده وكندهنوها بالزبده كما كتشوفوا، لحقاش هذيك الحرشه ديالنا جاريه ما تلصقش لينا. وكنخويو الحرشه ديالنا كما كتشوفوا، ما كنحتاجوا لا سباتور لا حتى شي حاجه. كنحركوا فقط باليد ديال المقله كتقاد لينا في المقلاه. كنحطوها فوق النار البنات على عافيه تكون مهيله. من بعد بابيو كيسون كنديروا ليه الزبده شويه ديال السميد كنقلبوا عليه هذيك الحرشه. صافيه البنات. من بعد ما كطيب لينا كتجي على هذا الشكل، كتجي طبقه رقيقه، لابد تكون رقيقه الطبقه باش ما تضرناش في الكرش ديالنا وباش طيب مزيان. راه كما كنعرفوا